وهذه المنطقة تعتبر الشريان الحيوي بالنسبة للصين. لا تنسى من هنا من كاشغر كان يمر طريق الحرير المشهور عالميا، يعني هذه المنطقة مشهورة بغناها تاريخيا، فالصين تعتبرها سلة الغلال، ولذلك وحتى المعادن وحتى كثير من الأشياء غير متوفرة في الصين إنما متوفرة هنا، ولذلك هي تحاول بشتى الوسائل القضاء على هذه الأقلية وتحويلها إلى أقلية هامشية غير فاعلة لكي يستقر بها المقام في هذه المنطقة. ولكن هؤلاء الناس دائما كانوا يتحركون بثورات، وهذه الثورات حدثنا عن الانتفاضات الإيغور. يعني هو بلغت تقريبا بالنسبة للصين بدأت تقضم المناطق، يعني منطقة يعني اتبعوا هذه الطريقة، لأنهم لو هجموا على كافة المناطق دفعة وحدة وقامت كافة المناطق ضدهم، حين ذاك بالتأكيد ستغلب الصين في بعض الجبهات، ولو غلبت في جبهة واحدة ستغلب في الجبهة الأخرى. ولذلك هم اتبعوا على أساس مناطق انتقائية، اليوم يبطشون في هذه المدينة وغدا بتلك القرية، ثم بهذا الشكل. لم تتبع الصين هجوم واحد على المناطق الإسلامية، وإنما طريقة القضم كما يقولون، تأخذ قطعة ثم تروضها وبعد فترة تنتقل إلى قطعة أخرى. وهذه عملية القضم من المناطق الإسلامية بدأت في سنة 1736، ليس جديدة، يعني في تلك التاريخ 1736 حتى 1784 قضم باستمرار. ولكن في سنة 1318 هجري، يعني سنة 1900، حين ذاك كان أمير المؤمنين في اسطنبول السلطان عبد الحميد الثاني، وكان هذا الرجل يعني الحقيقة يتابع قضايا المسلمين في كل مكان، أبدا لم ينسى منطقة. ولكن طبعا الدولة محاطة بالأعداء من كافة الجهات، وفي الداخل العملاء والخونة يعني عددهم تجاوز الحد، ودخلوا أيضا في الجيش وسيطروا على الكثير من القطاعات العسكرية. ولذلك السلطان أرسل حين كما ذكرت لك أنور باشا وهو وزير، أرسله إلى الصين لإنقاذ المسلمين، ولكن فشلت المهمة بالإنقاذ، لم يتم إنقاذ المسلمين هناك، ولكن تم إنشاء مدرسة في بكين. ولكن الحكومة الصينية فيما بعد طردت البعثة التعليمية وأغلقت المدرسة أيضا. بعد ذلك يعني نجد نحن الثورات التي قاموا فيها، الثورات الكبرى بالنسبة لسكان تركستان، يعني ثورة كانسو التي قامت فيها، وثورة جيهانجير، وثورة يونان أيضا. هذه الثورات استمرت، ومن أشهر هذه الثورات ثورة يعقوب بيغ، هذه الثورة التي استمرت من سنة 1272 هجري حتى 1292. في الغالب ما هي يعني الأسباب التي كانت وراء تلك الثورات؟ الظلم بالنسبة لهم. هؤلاء الناس مسلمون، والاعتداء على أرواحهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أرضهم وعلى أملاكهم وعلى كل شيء. هذه الثورة استمرت من سنة 1855 ميلادي حتى 1875. دكتور محمود، فقط أود أن نستوقفك في هذه النقطة. ما هي نتيجة ثورات التقاء، أو ما هي نتيجة ثورة يعقوب بيك التي تحدثنا عنها؟ طبعا ثورة يعقوب بيك في كاشغر لفتت انتباه الصينيين إلى أن الشعور القومي والشعور الديني ينمو باستمرار لدى المسلمين في منطقة تركستان الشرقية. طبعا كما ذكرت أنا هذه الثورة استمرت فترة طويلة من سنة 1272 إلى سنة 1292 هجري، يعني 1855 حتى 1875 ميلادي. هذه الثورة طبعا نبهت الصينيين، ولذلك الصين قمعت هذه الثورة بكافة الوسائل المتاحة لها وبوحشية مطلقة. ولكن بعد ذلك نجد أن الصين بدأت كما ذكرت لك سابقا أنها مارست نوع من الضغط غير الضغط العسكري، هو الضغط على الأعراض. ولذلك في سنة 1349 هجري، يعني 1930 ميلادي،
قام أحد قائد الشرطة الصينية بالاعتداء على مسلمة في تركستان الشرقية. اعتداء عليها يعني اغتصاب. ولذلك ثار المسلمون فقتلوا هذا القائد وقتلوا معه الحراسة، وهم عددهم 32 مجرم من المجرمين الصينيين، فقتلوهم. وبعد ذلك التهبت ثورة جديدة ضد الوجود الصيني، فسيطر الثوار المسلمون على سانشان وطرفان، واقتربوا من العاصمة أورومتشي. الآن يكتبوها أورومجي لكن هي تلفظ أورومتشي بحرف التشي ب3 نقط. ثم سيطروا عليها وطردوا الحاكم الصيني من عاصمة تركستان. ثم استولى المسلمون في الشمال على أقصو، يعني هذه الماء الأبيض ترجمتها بالعربي، بقيادة قائد من قواد الثورة اسمه تيمور. كما استولوا على خوتان بقيادة القائد أمين، وتوجه القائدان أمين وتيمور فاستولوا على كاشغر. وأعلن الجميع يعني الثوار حكومة كاشغر الإسلامية، وانضم إليهم الشيخ الخوجنيازي. وبذلك تم تحرير تركستان الشرقية من الاحتلال الصيني تقريبا بشكل كامل، وتم إعلان الجمهورية الإسلامية التركستانية الشرقية. في عام بالضبط. نعم، هذه طبعا بدأت سنة 1930 هذه الثورة. نعم. 1349 هجري. إعلان الدولة طبعا بعدما أعلنوها وتمردوا بعد انتصارهم على القوات الصينية، تحررت المدن. أعلن قيام الجمهورية الإسلامية في تركستان الشرقي في 12 رجب سنة 1352 هجري 1933 ميلادي، يعني بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة بين المسلمين وبين الصينيين، استطاع المسلمون أن يحرروا تركستان الشرقية ويعلنوا الجمهورية الإسلامية التركستانية الشرقية في 1933. نعم، في سنة 1933 1352 نعم. للهجرة. وقررت الحكومة الحكم حسب الشريعة الإسلامية، واختار المسلمون المجاهدون الشيخ النيازي، خوجا نيازي يسموه، رئيسا للدولة. واختاروا لرئاسة الدولة الوزارة السيد ثابت داملة. حين ذاك شعر الاتحاد السوفيتي بالخطر الإسلامي، لأن تحرير تركستان الشرقية يعني تحرير تركستان الغربية في فترة لاحقة. تركستان الغربية كان يحتلها الاتحاد السوفيتي ويعملها عبارة عن ملحقات في مناطق الدول الإسلامية التي هي في آسيا الوسطى. ولذلك نجد أنه نتيجة الخشية من الثورة الإسلامية يقوم الاتحاد السوفيتي المقبور بتزويد الصين. طبعا هي ليست بحاجة للرجال، ولكن أرسل إليهم المدربين وأرسل الأسلحة وأرسل الأموال ودعم بري وجوي للصين حتى تستطيع القضاء على هذه الدولة الفتية. بل أيضا الاتحاد السوفيتي فتح الجبهة مع هذه الدولة من المناطق الشمالية الغربية ومن المناطق الغربية، وأصبحت الصين من المناطق الأخرى. وهكذا أصبحت هذه الدولة بين فكي الكماشة الشيوعيين، السوفياتي الخبيث والصيني الخبيث أيضا. وطبعا هذا الضغط مكن المعتدين من اجتياح تركستان في سنة 1353 للهجرة 1934 للميلاد. وتم إعدام الرئيس خوجا نيازي يرحمه الله ورئيس الوزراء ثابت داملة، وأعدم أيضا كل أعضاء الحكومة، وسقط معهم 10,000 مجاهد في تلك المعركة الانقلابية مع الاتحاد السوفيتي ومع الصين. وهذه صفحة سوداء تلطخ وجوه هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الإنسانية. نعم، شكرا لك دكتور. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم.
من تاريخ الأمم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم حلقة اليوم. سنلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.